السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة جدا، سهلة وبسيطة. ما فيهاش اي مجهود يعني، ولكن هي بتاخد وقت شوية في التجميد. تمام. يعني ممكن تعمليها مثلا، لو هتحضريها تعمليها من بالليل تنفعك الصبح. هنعمل مع بعض الكباب التركي، طريقته سهلة جدا. هو وصفة تركي بس بجد يعني الطعم مصري، مش هكذب عليكم معلش. دي صراحة يعني. هو الطريقة ممكن تكون تركية زي ما بيقولوا، ولكن الطعم مصري. زي ما بنعمل عندنا الكفتة واللحمة المفرومة، نفس الطعم تقريبا يعني. هنبدأ كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلاية حلوة كده، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، وسط. ومعايا معلقة صغيرة من الثوم، وكوباية من الزبادي. يعني حوالي معلقتين. تمام. رشة كده من الفلفل الاسود، رشة من الكباب الصيني، رشة من البابريكا، والملح بتاعنا طبعا. تمام. كلنا عارفين مقدار ملحنا بنحبه قد ايه، فطبعا دي هتعرفي تظبطيها. هحط بقى هريسة من اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، شوية كده من الهريسة. آم، دي اختياري مش اجباري يعني. تمام. عندك بقى بهارات لحمة حطي، عندك اي توابل بتحبيها برضو حطي. آم، هنعمل ايه؟ هاخد كل الكلام دوت وانزل بيه في المطحنة بتاعتي. تمام. هفرم كل الكلام ده في الكبة اهو. البصل مع اللحمة عشان عايزينها ناعمة قوي. فهنفرمهم تاني مرة مع كل المكونات. خلاص كده انا خلصت. همسك الخليط بتاعي برضو واديله عجنة كده بايدي عشان يبقى كله دخل في بعضه. تمام. عشان لو في حتة ما جالهاش زبادي، حتة جات لها توم وحتة لأ، يبقى انا ايه، اديت له كل حاجة حقها. تمام. قلبتها كويس جدا 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 اهو. خدت معانا وقت وخدتش معانا ولا اي حاجه. بصوا هي مش بتلزق ولا حاجه، عشان الناس اللي هتقول ما صفيتيش البصل من الميه والكلام دوت، لا ما تلاقيش، لان احنا هنعملها زي رول كده، فما فيش مشكله، مش هتفك منك ولا حاجه. وكالعاده بعد ما عملت الوصفه ما لقيتش عندي استرتش راب، فطبعا اكيد مش هوقف الدنيا يعني. جبت كيس بلاستيك كده من بتوع العيش او الفينو. قصيت الاطراف بتاعته، سويته يعني بمعنى اصح اهو. آم، طبعا احنا مش من الناس اللي بتوقف وصفة علشان حاجة، فبنلاقي حلول لكل حاجة ان شاء الله. احنا ستات شاطرة، انا عارفة ان انتوا احسن مني كمان. انا جبت هنا كيس بلاستيك. لو عندك ستريتش راب طبعا هيبقى الافضل، ولكن الموجود اعملي بيه، مفيش مشكلة. ما عندكيش ولا ده ولا ده، ممكن ورق زبدة عادي خالص. ماشي. هساوي كده الرول بتاعي اهو. وهبدأ كده ان انا الفه واضغطه بحيث ما يبقاش فيه فراغات من جوه، ولما نيجي نقطعه ما يبقاش فيه اي حاجه من جوه. طبعا آه الوصفه دي ما فيهاش وقت ولا حاجه، ولكن هو وقتها كله في ان انتي بتجمدي اللحمه دي تاني بعد ما بتعمليها كده، او بعد ما بنلفها يعني. تمام. احنا يعني هي شبيهه كده جدا للحمه البارده لما بنعملها عندنا، هي شبيهه ليها. ولكن دي بيعملوها كده بيسووها نية بعد ما بتتجمد، احنا ما بنسويهاش وهي متجمدة، بنسويها وهي احنا عندنا بنسويها كده ايه، بعد ما بنعملها كده بنقوم مسويينها. تمام. هم عندهم بقى بالطريقة بتاعتهم بيدخلوها الفريزر تتجمد. تمام. وبعد كده بيبدأوا يقطعوها ويسووها. احنا ماشيين على كل الخطوات اهوت، و هنشوف هنوصل لايه. هي بصراحة بترمي كمية حلوة جدا، مش بطالة، لا بأس بها. اهو انا بربط كده. الموضوع صعب شوية، ولكن يعني برضو هنتصرف. تمام. اوعي توقفي وصفتك علشان خاطر استرتش راب يعني. تمام. آم، خلاص انا كده خلاص ظبطتها. هحطها بقى في الفريزر تجمد. هتاخد لها على الاقل ليلة، اوعي تطلعيها اقل من قبل كده. تمام. يعني لو هتعمليها من بالليل يبقى الصبح تقطعيها، لو هتعمليها الصبح يبقى بالليل تقطعيها. تمام. علشان ما تفكش منك، لان انا كده بصوا
6 ساعات بس اللي سبتها او 7 ساعات، فما كانتش جامدة اجمد حاجة يعني. خلاص، قطعتها كده قطع لا بأس بها يعني، ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. تمام اهو. آه، هعمل ايه؟ بصي، لو هتحفظيها تاني في الفريزر وتعملي على قد مثلا سندوتش ولا حاجة، بتحطيها كده وهي متقطعة، وما بين كل طبقة وطبقة طبعا بتحطي بلاستيك، كيس بلاستيك يعني اهو. وبنحط اللحمة بتاعتنا بنرصها فوقيها. تعالوا بقى نسوي شوية ونشوف هتبقى عاملة ازاي. في طاسة كده فيها شوية من الزيت، هنزل كده باللحمة بتاعتي، نار متوسطة، ولا عالية قوي ولا هادية قوي، علشان لو هادية هتشرب منك الزيت، لو عالية هتتحرق. تمام. هنبدأ بقى نسويها مع بعض اهو، ونديها لون من يمادي ولون من يمادي. بتاخد تقريبا دقيقتين على الوش ده ودقيقتين على الوش ده، لان هي رقيقة جدا. تمام اهو. بصوا يعني انا هوريكم بس ان هي مش بتفك. انا كده ايه، عملت كذا مرة، بس حبيت اوريكم ان هي مش بتفك يعني في القلي يعني. خلاص، هي مش بتفك خالص، حلوة جدا. دي كده الكمية كلها معايا اهي. مش كلها يعني، انا قليت شوية والباقي دخلته في الفريزر. تمام اهو. بصوا من جوه طرية جدا وحلوة وما فيهاش اي حاجة. خلاص، الموضوع سهل جدا وبسيط. تعالوا بقى نعمل شوية سندوتشات كده مع بعض، آه هيعجبوكم بإذن الله. طيب لو مش عايزة تعملي سندوتشات، شوية رز اصفر جنبيهم وهتبقى حلوة قوي. مش بيحبوا الرز، اعملي شوية من المكرونة. انا حطيت كده في العيش الشامي. تمام اهو. شوية بقى من البصل، شوية من الطماطم، عندك خيار مخلل، عندك خيار عادي خالص، خضار ماشي مفيش مشكلة. شوية من الكاتشب، مش عايزة كاتشب حطي سلطة طحينة، دي اختياري بقى، اذواق. تمام. هفتح بس كده من النص عشان اوريكي شكله عامل ازاي اهو. ماشي اهو. هفتح كده، بصي، بصوا شكله اصلا شكله يفتح النفس، وبجد طعمه حلو قوي. بس انا بقولك الصراحة، الطعم زي الوجبات المصري بتاعتنا اللي بنعملها باللحمة المفرومة. تمام. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، هي بسيطة وسهلة، جربوها وقولوا لي رأيكم. وإن شاء الله في وصفات تانية كتيرة جاية، استنوني. ما تنسونيش بقى لو الوصفة عجبتكم تعليق ولايك، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.